حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. الفيديو اللي فات لو انتم ما شفتوهوش، انا كنت مقضيه معاكم اول يوم امتحانات ميد ترم، وذاكرت معاكم اليوم اللي قبله وقلت لكم انا هعمل ايه، وكمان ردة فعلي بعد الامتحان وكل حاجه. فلازم تشوفوا الفيديو ده لو انتم ما شفتوهوش، هتلاقوني سايبه لكم اللينك بتاعه في اول كومنت. المهم دلوقتي بقى انا المفروض ان انا هذاكر المادتين بتوع بكره ان شاء الله. يا رب الامتحان يبقى حلو بقى بكره. فالماده دي انا مذاكراها تمام، هي المفروض لحد هنا ده بقى فصل جديد تمام. انا مذاكراها اصلا قبل كده، بس انا هراجعها. الماده دي سهله، هما تقريبا 4 صفح. فانا هذاكر الماده دي وهراجعها. انا كده مذاكراها بس هراجعها علشان ندخل على الماده دي بقى. لان الماده دي بصوا بقى، انا هوريكم كام صفحه، 5 لحد صفحه 55 اهو. كل ده الفصل الاول بس اللي انا همتحن عليه. فدي يعني ربنا معايا فيها بجد. فانا بس الاول هراجع على دي عشان خلاص كده ابقى خلصتها وقفلتها، ونشوف بقى الماده دي، نشوف بقى الماده الجديده دي. فهذاكر بقى الفصل ده. جيت هنا وجبت الاقلام بتاعتي اهي، وهنا الكشكول ده اللي انا بذاكر فيه. انا قاعده هنا ليه؟ معلش استنى. وهذاكر دلوقتي هنا لحد ما ماما تخلص الاكل عشان هتغدى واكمل مذاكره بقى. فهذاكر الماده دي كده سهله يعني، ما فيهاش كلام كتير. عايزه اقول لكم ان انا خلاص ذاكرت الماده اللي انا قلت لكم ان انا هذاكرها، وقمت واكلت وجيت هنا بقى على المكتب عشان اعرف ان انا اركز اكتر. المفروض بقى ان انا بذاكر في الماده التانية، خلاص دي كده خلصت ماشي. دلوقتي بقى ان انا بدأت في المادة التانية، وكمان هذاكر معاكم في اللايف علشان انتوا طلبتوا مني يعني ان احنا نذاكر مع بعض وكده. فهذاكر دلوقتي معاكم في اللايف، وبعدين هرجع واكمل هنا. 2000 years later. صباح الخير. تقريبا انا الايام اللي جايه كلها صباح الخير هتبقى على المكتب هنا عشان الامتحانات، وان انا بقيت بصحى بدري. انا فاضلي حاجات بسيطه كده عايزه اراجعها قبل ما اقوم البس. الساعه دلوقتي 9، فانا فاضلي حاجات بسيطه خالص. هبدا دلوقتي ان انا اراجع وهقوم البس عشان انزل عشان ما اتاخرش. ولو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك للفيديو وادعولي ان الامتحان يبقى سهل، وانا هقولكم انا عملت ايه برضو يعني. بس يلا عشان نبدا ونقول بقى بسم الله ونبدا على طول كده. عايزه اقول لكم ان انا عشان اللي ما يعرفوش، انا طالبه في كليه علم النفس الكلينيكي، والنهارده هاخدكم معايا فلوج كامل قبل امتحان الميد ترم، وهقول لكم انا بعمل ايه بالظبط عشان الم المواد بتاعتي قبل الامتحان بيوم. انا كان عندي ماده متراكمه جدا جدا، ما كنتش فاكره او ما كنتش متخيله اصلا ان انا ممكن ان انا الحق المها قبل الامتحان، بس قررت ان انا اتحدى نفسي. الفيديو ده فيه كل حاجه، ازاي بدات من الصفر، ازاي رتبت يومي، ازاي لميت الماده، وايه اللي حصل في يوم الامتحان كمان. فيلا بينا نبدا المذاكره مع بعض، وركزوا قوي على النصايح اللي هقولها لان دي فعلا اللي انقذتني قبل الامتحان بيوم. اول حاجه عملتها وانا عايزه الم الماده ليله الامتحان، وهي ان انا قعدت قدام الماده وقررت ان انا ما اتهربش، لان الهروب ده هيكبر التراكمات اكتر والوقت بيضيع مني. فقعدت مع نفسي كده وبدات اسال نفسي 3 اسئله. اول سؤال، انا واقفه فين، او انا المفروض ان انا اذاكر قد ايه. تاني سؤال، محتاجه ايه اللي انا اخلصه اول حاجه اللي انا محتاجه ان انا اخلص منه. تالت حاجه، وايه هي اقل خطوه انا المفروض ان انا ابدا بيها، اقل خطوه ابدا بيها عشان بس ما احسش نفسي ان الموضوع صعب. الفكره كلها هنا ان دماغنا بتخاف من الصوره الكبيره، او من ان انا هذاكر ماده كبيره فيها صفح كتير، الماده فيها فصول كتير. لكن اول خطوه دايما بتكون سهله، لو عدينا اول خطوه خلاص اللي بعد كده كله هيبقى سهل. بدات ان انا اقسم الماده بتاعتي صفحه صفحه، مش فصل فصل، لان انا طبعا لو بذاكر فصول كتير مثلا، فلو انا شفت كده انا عندي 7 فصول مثلا انا هذاكرهم، عندي 5 فصول، حتى الموضوع بالنسبه لي هيبقى في رهبه. فلا انا كنت بقسم، انا زي ما قلت لكم ان الماده بتاعتي كانت 55 صفحه، فبالنسبه لي الصفح كتير شويه بالنسبه لباقي المواد. فانا عملت ايه، انا بدات ان انا اقسم الصفح. قلت انا دلوقتي هحسب لنفسي وقت، وفي الوقت ده هكون مثلا خلصت 10 صفح. وبدات فعلا ان انا اعمل كده عشان ان انا انجز، وكمان ما لقيت نفسي ان انا مش بحس بالوقت، وممكن كمان اخلص اكتر من عدد الصفح اللي انا مخلصاه في الوقت اللي انا محدداه. ومجرد بس ما انا بدأت في المذاكرة، الموضوع بقى اسهل بكتير مما كنت انا متوقعة وكنت مخوفة نفسي قوي.
نصيحة بقى للي بيتفرجوا على الفيديو ده وهم عندهم تراكمات، نصيحتي ليكم ما تبدأوش باللي انتوا نفسكم تخلصوه، لان مثلا انت ممكن يكون نفسك تخلص اسهل مادة عندك وهي الانجليزي، انا نفسي اخلص مادة سهلة. لا، لو احنا علينا مش عايزين نضغط نفسنا، ولكن احنا فعلا لازم نبدأ بأهم حاجة عندنا. في ناس هتقولي لا انا هبدأ بالسهل علشان السهل ده انا لما هعمله هتشجع ان انا ابدأ بالصعب. لا طبعا، انا بالنسبة لي ومن رأيي انا ان انا ابدأ بأهم حاجة، لان انا ممكن اضيع وقتي في حاجات تافهه وحاجات سهله ممكن ان هي تتعمل في اي وقت تاني، لكن من الضروري ان انا ابدا باهم حاجه. وعلى سبيل المثال لو انا مثلا بكره انا عندي امتحان انجليزي وفي نفس الوقت انا عندي واجب رياضه يتعمل للدرس اللي بعده، بس انا بالنسبه لي ان واجب رياضه اسهل من ان انا اذاكر كلمات انجليزي وجرامر وكده، فاقعد اعمل الواجب واسيب امتحان الانجليزي بتاع بكره ده ما اذاكرلوش اي حاجه، او اخليه لاخر اليوم خالص اللي هو انا اصلا ممكن ما الحقش ان انا اذاكر له كويس. فطبعا من الضروري ان انا اذاكر الاهم وبعد كده المهم، ودي القاعده اللي انا دايما ماشيه عليها. هسيب لكم انتوا كمان حريه الاختيار وتقولوا لي في التعليقات انتوا ماشيين على انهي طريقه، ان انتوا تبداوا بالسهل ولا تبداوا بالاهم. وانا بذاكر هنا كنت بعمل حاجه دايما بقول لكم عليها، وهي ان انا ببدا ان انا اجمع المعلومه الرئيسيه وبعد كده اخش في التفاصيل. يعني بحاول ان انا افهم الفكره العامه من الصفحه اللي انا هذاكرها دلوقتي دي، اشوف كده اقراها مبدئيا قبل ما اركز في اي حاجه، وابدا ان انا اشوف كده الصفحه دي بتتكلم عن ايه. خلاص عرفت هي بتتكلم عن كذا وكذا وكذا، ابدا بقى ان انا اخش في التفاصيل اللي موجوده جوه كل فقره وابدا اعرف التفاصيل. ولكن في الاول بحب ان انا اذاكر او اقرا كده الحاجه عامه وبعد كده اخش في التفاصيل اللي جواها. ده بيديني فكره عن الماده اللي انا هذاكرها او عن الجزء اللي انا هذاكره، ابقى عارفه بالظبط هو بيتكلم عن ايه، بدل ما اخش كده وانا تايهه ومش فاهمه اي حاجه. افتكروا دايما وانتوا بتذاكروا ان التركيز مش هيجي لوحده. الناس اللي بتشتكي دايما ان هي بتكون مش مركزه وهي بتذاكر، التركيز بيجي لما تمنعوا التشتيت من حواليكم. يعني ايه التشتيت؟ يعني اي دوشه خارجيه، اي اصوات خارجيه جنبكم، اي حاجه حتى بتلفت انتباهكم وانتوا بتذاكروا. لو في ناس بتتشتت من الكركبه حوالين المكتب، الورق الكتير، الكتب الكتير، بتخاف من المنظر وبتبقى دايما قاعده بتفكر ومشغوله بالمواد اللي بعد كده، او مشغوله بالتليفون وبالرسائل اللي بتيجي، اي حاجه من انواع التشتيت دي هتصدقوني ان هي هتضيعكم حرفيا. وانا هسيب لكم برده لينك الفيديو ده كنت قايله لكم فيه الاخطاء اللي لازم تتجنبوها علشان تتفوقوا في الدراسه. الاخطاء دي لو انتوا تجنبتوها صدقوني هتفرق في حياتكم الدراسيه جدا. ضروري ان انتوا تشوفوا الفيديو ده. طبعا اكتر حاجه بتشتتني وبتخليني مشغوله دايما ومش عارفه ان انا اركز وهي التليفون والرسائل اللي بتيجي على التليفون واي حاجه من انواع التشتيت اللي بتبقى على التليفون. فطبعا انا بصور بالتليفون فمش هينفع ان انا ابعده عني، فعشان كده انا قفلت الاشعارات وقفلت التليفون يعني، وخلاص انا بس بستخدم الكاميرا. ولو انا مش بصور مش هخلي التليفون جنبي اصلا عشان اعرف ان انا اركز. بالنسبه بقى للناس اللي بتستخدم الموبايل في المذاكره عشان المنصات او بيذاكروا على اليوتيوب او كده، ففي تطبيقات بتكون موجوده ان انتوا تقفلوا الرسائل من اي يعني برنامج تاني، مثلا الفيسبوك، الانستجرام، اي حاجه تقفلوا الرسائل ان هي ما تجيلكوش الاشعارات بتاعتها، لان طبعا انتوا مش هتعرفوا تقفلوا الواي فاي. خليكوا دايما وانتوا بتذاكروا تعملوا خطوات لنفسكم كده واحنا بنذاكر الماده. يعني مثلا هتقراوا قراءه سريعه للجزء اللي انتوا هتذاكروه دلوقتي، تحددوا المهم. يعني حاولوا كده وانتوا بتقراوا تشوفوا الحاجه المهمه، انتوا بتقدروا ان انتوا تميزوا الحاجه المهمه وانتوا بتذاكروا. مثلا رقم، نسبه مئويه، تاريخ معين، يعني حاجه مهمه كده اتذكرت وحاسين ان هي مهمه، ابداوا ان انتوا حددوها. وبعد كده حددوا النقط الرئيسيه والنقط الفرعيه في كل فقره او في كل صفحه انتوا بتذاكروها. وبعد كده تقدروا ان انتوا تبداوا بقى تخشوا على التفاصيل ونذاكر بالتفصيل. احنا كل ده كنا بنعمل مراجعه سريعه او قصدي قراءه سريعه، نبدا بقى ان احنا نخش في التفاصيل ونذاكر بتعمق شويه، وبعد كده نعمل مراجعه سريعه على اللي احنا خلصناه. وفي النهايه خالص اسال نفسي سؤال على الجزء اللي انا خلصته واقول اللي انا ذاكرته ده كله انا فهمت منه ايه، ابدا ان انا اشرحه لنفسي. لقيت نفسي ان انا بشرح كويس وانا قافله الكتاب، خلاص تمام، يبقى انا كده تمام. لقيت نفسي ان انا مش عارفه اقول كلمتين على بعض، يبقى ارجع تاني واذاكر تاني من الاول. طيب لو الموضوع كبير شويه والماده كبيره شويه، هنبدا ان احنا نلجا للخطه البديله وهي خطه ال3 ساعات. 3 ساعات هنقسمهم ازاي؟ هتكون ساعه مذاكره بتركيز، وهتكون نص ساعه راحه، وبعد كده ساعه مراجعه، ونص ساعه هتكون حل اسئله على اللي احنا ذاكرناه. خطه ال3 ساعات دي بتنفع مع ناس كتير جدا في ليالي الامتحان، بيمشوا عليها وبيقدروا ان هم ينجزوا ويحلوا كمان اسئله بعد ما بيخلصوا. وطبعا لو عايزين تزودوا ال3 ساعات تخليهم 4-5 ساعات على حسب، لو الماده كبيره شويه تقدروا ان انتوا تعملوا كده وتضاعفوا عدد الساعات. عايزه اقول لكم ان انا كده خلاص دلوقتي رجعت الفصلين، رجعت الفصل خلاص كده، وصلت لنهايه الفصل الحمد لله. وصلت يعني للحظه اللي انا مستنياها من امبارح. انا بس كان في كام حاجه يعني عايزه اكد عليها الصبح وكده. المهم دلوقتي انا هقوم عشان هاكل اي حاجه
سريعة كده واشوف انا هلبس ايه علشان ما اتاخرش. وخلاص كده انا خلصت ده. مش عارفه بقى هرتب المكتب ولا لما ارجع هرتب المكتب، لان انا كده كده هذاكر المواد بتاعت بكره، فمش عارفه. بس هقوم دلوقتي اكل اي حاجه وابدا البس.